حتى لو كان أحد منكم لا يصلي، في دستور الدولة، سواء الدستور اللي وقع صدام حسين ومؤمن به أو الدستور المخترع اللي ملاه المستشار الأمريكي على العراقيين، الإسلام دين الدولة. فأنبه مرتين على وقت الصلاة لكن تهمل. لا، لم تهمل، لكن الشاهد كيف ما تهمل؟ لا يمكن مقاطعة. كيف يؤجل رب العالمين، يؤجل حق رب العالمين ويسمع لإفادة القانون. أحد مصادره شريعة، والمصدر الثاني العرف العام. هكذا درسناه في الحقوق. فيفترض وإنما مساعدتكم تنبيها إنه لما واحد يهين بلدكم ويهين الامرأة العراقية، محكمة ما تنبه. محكمة ما تنبه إلا من مرجع قضائي مختص. ينبه حتى الرسول من رب العالمين. المهم عندي إنه تحترمون بلدكم حتى تحترمون بالخارج، لأنه هذا نحن محترمين البلد. نعم. مو شلون تحترم بلدك إذا تخلي مرة تشرشح العراقية؟ عندها شكوى تسمع، يعني المحكمة تستمع لكل الأقوال، تستمع، لكن يعني بهالطريقة هذه أنا بس من الله خاف. لكن ما الذي يحصل الآن هل أحد ابتداء من صدام حسين إلى كل الحضور لم يضرب وليس فيه علامات للضرب حتى يومنا هذا من واجب المحكمة تتأكد منه حضرة القاضي، سواء الآن أو فيما بعد. هل تعرضت إلى الضرب؟ شلون ما ضربت يا ابن الحلال؟ أين ومن ضربت؟ يعني حقيقة أنا أتكلم معك، أنا جاوب حقيقة وليس فقط وحدك أبدا، وإنما جاوب. أي من هو سأل هل تعرضت إلى الضرب؟ أنت إذا عندك شيء من هذا القبيل اكتبها وقدمها لرئاسة اللجنة. لا من فضلك، الوقت هذا من فضلك، أنا مو طالب مدرسة عندك، يعني لا تخليني أحكي بطريقة ما أريدها لي ولا لك ولا لأي واحد. قاطعني واستمر بالكلام ما سكته، لكن هو سأل سؤال جوابي نعم ضرب، وفي كل مكان من جسمي وآثارها موجودة حتى يومنا هذا. والله أكو أكثر أعز من الابن للإنسان. والله ولدي ما يجون على بالي بقد ما يجي على بالي العراق هيجي قطرة من بحر. والله فلا أعرف اسم اللي دل عليهم، لكن أعرف اسم اللي دل علي، لأنه جابهم على السرداب اللي أنا بيه وقال لهم هنا. لقوا الباب منه هنا، قلت لهم يابا أنا صدام حسين. والله جاب إنه دباباتهم استدارت قبل ما أصلهم يمكن بدقائق. لقيت قائد القوات هناك ووجهته. هل الرفيق طه قال لي هذا انتحار، وكملها قال وقلت لك أنا ما سمعت والله في حين، قال وقلت لك تخلي عن المسؤولية. يعني مو من النوع اللي يتخلى عن المسؤولية. هو يظهر أن حل من المحكمة وسعة صدرها أكثر مما يتظهر. نعم سعة صدرها أوسع من صدرك. هذا الرجل من يقوم يقضب الحيط حتى ما يقع، لأنه بخامس البنادق على رقبته إلى أن سقطوه. ذاك سقطوه، هاي برزان سقطوه،
يعني منه النوب ابو نادية الا طلعوا عظام رجليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. انا تعرفوني احط النقاط على الحروف في السياسة وفي غير السياسة، ولذلك الصهيونية والامريكان المسؤولين يكرهون صدام حسين، ويكذب البيت الابيض مرة اخرى، وهو كذاب رقم 1 بالعالم مكشوف، لانه قال في العراق كيمياوي وعلاقة مع الارهاب، ثم صرح لاحقا انه لم نعثر على شيء من هذا في العراق. فهذا لحضرتكم، لانه احنا ما عندنا صحيفة ولا عندنا احد يصرح خارجا شلون تتصرفون بها، لانه هذا طعن برئيسكم ل35 عام. فاذا معناه ان العراقيين قبلوا بشخص كذاب، والعراقيين ما يقبلون بالكذاب، ولذلك يرفضون الكذابين الآن. فاحنا ما نكذب، يكذب البيت الأبيض. شكرا لكم. من أجل الحق ومن أجل كرامتي والله ما عندي مانع هسه أنت تصدر حكمك على الإعدام تعدم. أنا أقول لك إذا بعد هاللحظة هاي الميكروفون لأي واحد من المتهمين يقطع، أنا شخصيا أنا مالي لازم من رفاقي، أنا شخصيا بعد ما أجي لهنا لو يكسروني. هذه مو عدالة ولا ديمقراطية. نحن نريد العدل ونريد الديمقراطية تطبق بكل زاوية من زوايا البلد. لماذا سيد القاضي السادة الثلاثة يعانون نقطة أن هم كانوا الوسط هو عضو في حزب البعث العربي الاشتراكي، عضو فرقة، والأخوان الاثنين هم أعضاء في الحزب. لماذا يعتبروها هاي عقدة يا سيادة القاضي؟ شنو علاقة هذا الموضوع بالدعوة؟ لا، مو هم، لأنه احنا بعثيين، هم يريدون يضغطون علينا حتى يبرون نفسهم انه ممكن يتقدم ذلك في هذا مو صحيح. في دفاعك أكثر هم الآن ممكن أن تقدم ذلك في دفاعك. أكبر إساءة إلي في الجلسة كلها أن يتهمني بالانتساب إلى البحث الدموي. كيف تتهم؟ أنت كنت وكيل بالأمن. كيف تتهم؟ مو بالمخابرات. سريع وأرقامهم أنا أعرفها. هذه كمان المحكمة أن يعلن. أكبر أهانة إلي توجهتها في حياتي وهي اتهامي بالانتساب إلى الحزب الدموي. هذا يشرفك، مو حزب. هذا حزب الديمقراطية والعدل، حزب القيم العليا. هذا حزب القيم العليا، حزب الكرامة، هذا مو حزب الزوايا المظلمة. ايش دعوة حضرة القاضي؟ شرطي يعتدي علينا واحنا بالقفص امامك. لا ما تقدر تقول نطلع برا. ممكن وهو اقل عقوبة. لو يستبدل معته استاذ خليل، لو يستبدل معته يعني معته لحظة بابا، يعني المحامين كلهم سمعوا. لكن صدام حسين في الديمقراطية الأمريكية التي فضحت هنا في العراق العظيم، ساعته حرم عليه يلبسها. هاي مو ساعتي، الساعة اللي كانت بيدي ملصوها سرقوها من وقتها، مع فليسات كانت وياها. بنتي حد بناتي اللي شردوا أهدت لأبوها ساعة، فهاي الساعة منعوها على صدام حسين يلبسها حتى بس تقارنون. والدشداشة اللي كانت عليه شقوها طوليا حتى في نظرهم انهم يسيئون الى صدام حسين، يصغرون من شخصيته. شخصية صدام حسين ليس باللبس، هذا عار عليهم، اما صدام حسين فهذا يكبره ما يصغره.